زاروني ونوروني الغوالي، وأكيد لازم أدللهم بأكلة تكون دسمة وطيبة وهم يحبوها. أكيد شنو هي الكبة المصلاوية، بس شنو سويتها طبقتين، يعني حشو شي خرافي، أول مرة أجربها، بس شنو طلعت فد شي الطعم دمار. وهاي سفرتنا الثالث يوم رمضان، ورمضان خير وبركة عليكم يا رب. أه بالبداية نصلي على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم راح أسوي الكبة المصلاوية. أنا مسويتها بالقناة، بس يعني قلت أعيدها لكم اللي جديد على القناة ما أدري شنو. فحتى يشوفها. هنا خليت لحم، كيلو لحم على لحم مثروم بنسبة دهون يعني عالية. خليته هيجي على النار شوية، يعني مي وياه، بس صار تغير لونه. خليت وياه كمية من البصل، ثرمتها بيدي لأن المحضرة خانت بيا، ما أدري ليش ما اشتغلت. فعندي ثلاثة، والله ثلاثتهم ما اشتغلوا، ما أدري هيجي اليوم عكس وياي. المهم اكو شي يوقفنا؟ نو. ماكو شي يوقفنا. ثرمتهم بيدي كلش ناعم، بس شنو خليت مي للبصل حتى يذبل كلش زين. هنا خليت ملح وفلفل أسود، أكيد هو هيجي طعمها، لا تخلون أي بهارات ثانية ويا حشوة الكبة، بس فلفل أسود. هنا عندي جريش، أنا جاي أشوفكم الجريش بس بدون برغل بدون أي شي. أنا هاي طريقتي، بعد ما أعرف أكو يخلولها برغل وما أدري شنو، ما أحب هيجي، وحتى سميد يخلولها، لا ما عندي هيجي. يعني خليت 6 أكواب من الجريش، وخليت عليهم كوبين مي. تركتهم مي عادي من الحنفية، يعني لا حار ولا بارد، من الحنفية اعتيادي. خليتهم وتركتهم هيجي فد 10 دقايق يشرب المي، وأرجع أعجنهم بالماكينة. وشفتوا الهبر وياي، قطع هبر صافية، يعني كان بيهم هيجي شوية بياضات ما أدري شنو، وخرتهم بالسكين، ما أريدهم. هاي هيجي العجينة تصير توب التوب، وطعمها خرافي. أكو يسووها بدون لحم، بس يعني ما طيبة. مثل هاي الطريقة. هنا جبت الماكينة مالت اللحم، وضفت الجريش بعد ما تشرب هيجي 10 دقايق ربع ساعة، تشرب المي. وبديت أخلي من الجريش، وأخلي فوقه لحم، جريش ولحم، وأسوي قاطين، يعني أثرمه قاطين. هسه بعد ما أخلص هاي المرة أرجع مرة ثانية، وصارت عندي بهذا الشكل اللي خبله. هنا عندي مي بثلج، وهاي الأكياس النايلون أنا أجيبها هيجي بالمتر وأقصقصها وأستعملها. والشوبك، بس هذا كل اللي نحتاجه. والغطا مالت الجدر على مود نقص بيه حتى يصير كلها قياس واحد. هنا أرش مي وخلوا شوية مي، يعني هيجي فد ملعقة كوب ملح ويا المي، حتى لا تلزق عندكم العجينة. هنا أخذت قطعة من العجينة وخليتها فوق النايلونة، وقطعة ثانية وبخيتها بالماء، رشيتها بالماء. أبد لا تستغنون عن الماء، هنا يسهل لكم عملية الفرد. رجعت مديتها كلش خفيف، يعني هيك أشيلها أشوف تخيل. بس ديروا بالكم حتى يعني لا تنبعج عندكم، لا تسووا، يعني هي صح خفيفة بس زينة يعني. قصيتها بهذا الغطاء مالت الجدر تشوفون. راح أسوي منها 3. ليش 3؟ لأن راح أسويها طبقتين من الحشوة، بس شنو ما أحكي لكم على الطعم. الطعم دمار، وشوية كثرة من الفلفل الأسود ويا الحشوة تطلع تخبل. هنا جبت أول عجينة، مديتها، خليت عليها الحشو وشوية كثروا بالحشو يعني حتى تصير طيبة. و... وأنا راح أستعمل أخلي لها شنو اسمه، اللهم صل على محمد، الكشمش واللوز، ينطيها فالطعم خرافي. ما عندكم لا تخلون كشمش ولوز. بهاي طريقة، بس تركوا شوية هيجي، يعني سنتي سنتيمين، والله ما أدري إيش قد، على الحواف حتى تلزق وحدة فوق الأخ، مثل ما دا أخليها هسه.
خليت هاي الطبقة الثانية أعدلها كل زين، ما أخلي بيها هوا، أطلع الهوا من عندها، أسد الجوانب هيجي، أطلع الهوا وخلص. راح أخلي الحشوة القاط الثاني. هاي هسه تقدرون هيجي تستعملوا، يعني شنو تستعملوها، تكتفون يعني بهذا القدر تسوون اثنين يعني طبقتين. أنا سويت بس وحدة طبقتين، ردت أجربها يعني. كل مرة أقول راح أجربها من أسوي كبة وبعدين أنسى وما أسوي طبقتين، بس هالمرة قلت لا إن شاء الله راح أسويها، وسويتها وطلعت كلش طيبة. جربوها إذا تردون. هاي الطبقة الثانية هم لوز وكشمش ولحم وهاي الحبشكلات، ورجعت جبت الطبقة الثالثة وخليتها فوقها، عدلتها، طلعت الهواء من عندها وصارت عندي بهذا الشكل اللي يخبل. هاي يعني الحجم مالتها شلون نقول، وسط شوية أكبر من الوسط، يعني مو وسط الصغير لا، يعني كبيرة يعني اثنين ياكلون الكبة ينتحرون. هنا هاي دا أسوي وحدة لخ قدامكم. هاليوم اختصرت الفطور مالتي، يعني سويت بس كبة وشوربة، وبنتي رادت كفتة وتمن، هي سوتهم يعني، حتى ما صورتهم لي، صاروا ورا الفطور. تأخرنا. المهم اختصرت عندي وشنو الخضرة والما أدري ايش، وسويت بعد شنو سويت، هم شرب الزبيب سويت بس ما صورت. هاي هنا بسم الله ما شاء الله طلعوا عندي 6، سويتهم 6 بس شنو ما أحكي لكم. ما طولت يعني، الحمد لله والشكر. هنا جبت هذا الجدر، هو خاص بالغلي الكبة بهاي المصفاية. اللي ما عنده المصفاية، أني كل مرة أنسى اللي ما عنده هاي المصفاية، يجيب يعني بعد ما هيك يصير تنفخ فد 10 دقايق بس تصعد لي فوق، خلاص هيك استوت. تجيبون فد ماعون هيك يكون حوافي عدلة، وتخلون نفس هذا الماعون اللي هسه خليت بيه، هيك تقدرون تشيلوها وخلاص. بس شنو، احجولي الله عليكم، شلون جمال، شلون طعام، ما اسولف يعني طعام اكيد وصلكم والريحة وصلتكم. هيجي تشوفون بسم الله ما شاء الله طلعت تخبل، يعني ايش قد ما اقول لكم تخبل. وهنا اني مستمرة اسوي بالكبة واودي لهم، والحمد لله والشكر خلصت ويا الفطور. وهذا كان فطورنا. الحمد لله على النعمة، يا رب يزيدها واحفظها من الزوال، واحبكم كلش هواي. باي باي.